عائلة مسلمة مؤتمنة على مفتاح كنيسة القيامة. أنا أديب جود الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس. يعني إلي 52 سنة أمين مفتاح كنيسة القيامة. كما يعلم الجميع بأنه كنيسة القيامة هي من أقدس مقدسات العالم المسيحي. توجد داخل كنيسة القيامة آخر 5 مراحل مر فيها السيد المسيح عليه السلام. عندما جاء صلاح الدين الأيوبي محررا لبيت المقدس في العام 1187 أحب أنه يسمع تاريخ كنيسة القيامة، لأنه كما نعلم هناك عهدة عمرية، العهدة العمرية التي خطها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هي الشعلة أو الشرارة التي خرجت من بيت المقدس وانتشرت في العالم بالنسبة للأخاء والتعايش الإسلامي المسيحي. لكن مع الأسف الشديد بعد موت الخليفة عمر بن الخطاب ماتت هذه العهدة العمرية، فأحب صلاح الدين أنه يحيي العهدة العمرية من جديد. اجتمع معهم وقال لهم أنا اليوم السلطان، أنا بقدر أني أحميكم، لكن أنا ما بدي أنه ما بعد صلاح الدين الأيوبي يتكرر المشهد وتموت وثيقة صلاح الدين كما ماتت العهدة العمرية. فكانت فكرته أنه يتم تسليم مفاتيح كنيسة القيامة لأيدي عائلتي، عائلة جودة الحسيني. نحن نفتخر بأنه الله اختارنا من بين هذه الأمة بأن نكون الأمناء لمفاتيح كنيسة القيامة. وإذا حبيتوا الفيديو تنسوش تعملوا لنا فولو.